هتفضل تعبان ومذلول، وانت كمان لو حصل الموضوع ده تعب وذل طول حياتك مش هيخلص. لو حصل لا قدر الله وحضرتك في بالك واحدة متجوزة، او حضرتك انت كمان في بالك واحد متجوز، وحضرتك يعني مشتهية الشخص ده وهو متجوز، او حضرتك مشتهيها وهي متجوزة، وكلامي واضح، خلي بالك هنا ده باب شيطان هيوديك سكة اللي يروح ما يرجعش. هتخش داخلة ورجليك هتغرز مش هتعرف تشيلها تاني. هي بيبان ان هي جميلة، انا نفسي في الست دي رغم انها متجوزة وعندها بيت وعندها اولاد وعندها زوج، وانت دماغك مش عايز يروح منها حتة ان انا نفسي ابقى مع الست دي، او هي نفسي ابقى مع الراجل ده وهو برضه ممكن يكون مستقر وبيحب زوجته واولاده وعياله والدنيا مستقرة. يجي الشيطان بقى، يجي دوره الجميل، يجي قوته بتيجي هنا بقى. ليه؟ لان دي رغبة شديدة. ربنا بيقول زين للناس حب الشهوات من النساء. اول حاجة ممكن هي تبقى معاك في الشغل، معاك في الكلية، معاك في اي حاجة، وانت دماغك فيها رغم ان هي ست متجوزة، وتبتدي انت بقى تمارس معاها الألاعيب وتهتم وتعمل الشغل اللي احنا كلنا عارفينه دوت عشان تجي يعني ايه توصل للحاجة اللي انت عايزها. خد بالك دي شهوة مؤقتة. عارف يعني ايه مؤقتة؟ يعني ثواني وبتخلص وما بيفضاش الا ألمها، ألم شديد قوي قوي قوي. ما بالك لو زوجها عرف او حد عرف الفضيحة دي؟ عارف انت ممكن يكون مكانك فين؟ ممكن يكون مكانك في حتة تانية خالص انت ما انتش قدها، لا انت ولا اهلك ولا اللي خلفوك. ده باب شيطان، باب شيطان بيجيبه للبني ادم الفاضي من جواه اللي مش راضي عن حياته، يعلقه بواحدة متجوزة او يعلق حضرتك بواحد متجوز، ويجي خراب البيوت بقى من هنا. فلذلك اعرف ان ده باب شيطان، ولو انتوا حد حصل معاه حاجة زي كده اقفل الباب ده. نظرات الراجل بتبان، نظرات الراجل اللي عايز حاجة كده ولا كده بتبان. اقفل الباب ده، ده باب شيطان يخرب الحياة. لو الحتة دي باظت فباظت النفس لمدى كبير قوي قوي قوي، والمعافاة بتطول قوي قوي. التعافي طبعا من الموضوع ده بيطول قوي 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 قوي. ليه؟ ده باب الشيطان ده اللي بيخشوا. واسألوا الناس اللي مشيت ورا الموضوع ده، غرزوا ما عرفوش يخرجوا، والفضيحة بقت علني، واتشهر عنها ان هي عملت كذا، واتشهر عنه كمان ان هو عمل كذا. فبلاش تمشي السكة دي. السكة دي شهوة مؤقتة، هتاخد الشهوة اللي انت عايزها وهتعيش ندمان طول حياتك، وساعتها الندم مش هيجيب نتيجة. هتفضل تعبان ومذلول، وانت كمان لو حصل الموضوع ده تعب وذل طول حياتك مش هيخلص. ولو حصل والزوجة عرفت او الزوج عرف فخلاص اتدمرت اسرتك، اتدمر سمعتك واتدمر سمعتك انت كمان. ففوق لنفسك واستعيذ بالله من الشيطان ده، وقوم اشغل نفسك، قوم اشغل نفسك بنفسك عشان تنهي الموضوع ده.